مسكت ثوب وائل وجذبته لعندي بكل قوتي، وبنفس اللحظة دخل هداك الشي للغرفة. كان طويل ونحيف بشكل مو طبيعي، وإيديه أطول من إيدين أي إنسان، وأظافيره مثل المخالب عم بتحك بالجدار بصوت خلى الدم يتجمد بعروقي. أنا ووائل كنا متخبايين ورا السرير وحابسين أنفاسنا، وهو واقف على بعد أقل من شبر منا. كان عم يلف راسه بسرعة وكأنه عارف تماما وين نحن. بس اللي ما كنا نعرفه وقتها إنه هذا الشيء ما كان أسوأ شيء رح نشوفه بهديك الليلة، لأنه بعد ساعات رح نكتشف إنه المكان اللي دخلناه أصلا ما كان موجود. القصة بلشت بيوم عادي جدا، لدرجة إنه كنت مفكر إنه أسوأ شيء ممكن يصير معي هو الفقر. كان عمري وقتها 25 سنة، لا وظيفة ولا دراسة ولا أي مصدر دخل ثابت. فصحيت حوالي الساعة 10 الصبح وقمت على المطبخ لدور على أي شيء أكله أو أشربه. ففتحت الخزن وما لقيت غير 4 شرايح جبنة مثلثة كانت، وكم قطعة توست ناشفة. فطلعت فيهن وتنهدت بقهر، وقلت بيني وبين حالي يلا الحمد لله، وأكلتهم وأنا كنت حاسس حالي مغصوب. فكنت وقتها عايش وضع مادي زفت، وكل يوم كان يشبه اليوم اللي قبله. بس بهداك الصبح رن تليفوني وكان وائل. وفتكم معلومة إنه وائل كان خويي، ووضعه المادي ما كان أحسن مني أبدا، عليه ديون وفوق الديون ما كان همه يسدد. بس الغريب فيه إنه مهما كان وضعه دايما عنده أفكار ومشاريع بتخليه يحكي وكأنه على وشك يصير مليونير. فرديت عليه قبل ما حتى أسأله شو بده، فقال بحماس: اسمع يا مجد، هالمرة لقيت لك شيء غير. قلت له يعني شو غير؟ شو المشروع الجديد؟ قال: هو مو مشروع، هو وظيفي. أنا كنت عم بشرب شاي فشرقت فيه وصرت قح، وبالكاد قدرت اخذ نفسي. فقلت له: اشو قلت وظيفي وش قد الراتب؟ فضحك وقال: يا اخوي هدي اللعب شوي، المفروض الراتب يكون اخر همك. قلت له: طيب شو الوظيفة؟ قال: ان عمه عنده واحد من اصحابه بالقصيم، وصاحب عمه بيملك محل اثاث وناقصه شخصين. وائل حكى له. الرجال وافق اصلا، وقتها ما كان عندي اي سبب ارفض. فقلت: اكيد موافق. فقال: عمي بيتصل علي بعد العصر وبيعطيني خبر التأكيد. فسكرت الاتصال، ومن هديك اللحظة صار كل تفكيري بالوظيفة. كنت عم بفكر بكل الأيام اللي ضيعتها، بالساعات اللي راحت، بالفقر، بالحياة اللي كنت عايشها. وقتها قلت بيني وبين حالي هالمرة رح تتغير حياتي. مرت الساعات ببطء لحد ما صار الوقت بعد العصر تقريبا. فرن تليفوني. مين كان؟ وائل. رديت عليه بسرعة. قال: أبشرك، جهز أغراضك جاي لعندي ومنتحرك على قصيم. من شدة الحماس بلشت أسأله بسرعة: كم الراتب وشو طبيعة الشغل، كم الساعة وأشو رح نعمل ووين وكيف وشلون؟ فضحك وقال: يا أخوي جهز أغراضك وبعدين نعرف. فقلت: خلاص أبشر. سكرت الهاتف وبدأت لم أغراضي بسرعة. أخذت حتى أشياء ما كنت بحاجة إلها. من شدة الحماس وأنا نازل من البيت شافتني أمي بالصالة ومعي شنطة سفر وأكياس. فقالت لي: لوين يا مجد؟ قربت منها وبست راسها وقلت لها وأنا مبتسم: ابشري يا يمه، حياتي رح تتغير. لقيت وظيفة بمصنع بالقصيم ووائل كمان معي. بس بدل ما تفرح تغير وجهها وصارت تطلع فيي بخوف، وقالت: القصيم؟ وهلا رح تمسكوا الطريق بالليل؟ فقلت: ايه. فقالت لي: ايه يا ولدي، الطريق السريع يعني مقطوع بهالليالي، ما وراها الا المهالك وخصوصي الخط القديم. سكت لحظة وبعدين قلت لها: ايه. فسكتت هيك شوي وقالت لي: ابوك الله يرحمه توفى بهداك الخط. قلت: يما الله يرحمه، اللي صار قضاء وقدر، خلينا ما نفتح صفحات الماضي واللي انطوت. فقالت لي: طيب
مر على المدينة أول وبعدها روح من المدينة للقصيم. فقلت يما الرجل ناطرنا بعد كم ساعة، إذا رحنا على المدينة منضيع ساعات. فتنهدت وبعدين قالت طيب انتبه على حالك. وقبل ما أطلع قالت وفي محطة اسمها محطة سلام، إذا شفتوها لا تعدوا منها ولا توقفوا فيها. فضحكت، قلت محطة سلام هاي سوالف عجايز، أصلا ما في محطة بهالاسم. فقالت استودعت الله الذي لا تضيع ودائعه ابني وفلذت كبده. وطلعت من البيت وما كنت بعرف إنه اسم هالمحطة راح يضل عالق براسي لسنين. فبعد شوي وصلت لعند وائل، ركب معي وانطلقنا. كان الطريق بالبداية طبيعي، بس كل ما بعدنا صار الظلام أثقل، بتحسه يعني سواد مو طبيعي، والطريق أهدى. وائل كالعادي طلع جواله وشغل قناة قصص الرعب المفضلة عنده، ضل يشغل قصة ورا قصة لحد ما وصل لقصة عن مدرسة الجن. فكنت حاب أتسمع معه. القصة كانت عن مدرسة وعن أحداث غريبة وعن شخصيات ما كانت واضحة أبدا إنه هي بشر أو جن. التفت على وائل وقلت له أنت عن جد بتصدق هالخرابيط وهالكذب؟ قال أنت مشكلتك أنك ما بتصدق إلا إذا شفت الشيء بعينك. قلت له طبعا. وبلشت أشرح له، يعني بالعربي كان بعيش آلاف السنين وبيطير وبيختفي، أنت بتشوفه وهو ما بيشوفك، وبنفس الوقت بيقدر يأذيك وقت ما بده. شو المنطق بالحكي يعني؟ وائل تنهد وقال شو وضعك أنت؟ كأنيتك ناقد سينمائي يعني. فضحكت. وقبل ما أكمل فطلع صوت من الطبلون، لمبة البنزين اشتعلت. طلعت فيها وقلت يا ليل القروش. قال وائل في محطة قديمة بعد شوي. فقلت له أكيد بدنا نحط قروش، ما فتح ورزق وأصلا نحن يعني يا دوب يكون معنا شوي، فإن شاء الله نلحق. ما كان باقي بالتنكي غير حوالي يعني 60 كيلو متر. وبعد حوالي ربع ساعة طلعت المحطة من بين الظلام، كانت قديمة ومكسرة ومكانها بحد ذاته بيقبض الصدر. فنزلنا، كان في عامل واحد واقف هناك، كان متكي على شيء مكسور. وأول ما قربت منه ضل يطلع فينا، نظراته كانت غريبة. فقلت له عبي لي 91. قال ولا كلمة. أخذ المضخة وبلش يعبي، بس بعد ثواني انتبهت إنه عم يعبي 95. فصرخت عليه وقلت له يا أخوي وقف، قلت لك 91. بكل برود شال المضخة وحط الثاني ولا اعتذر ولا كلمة. قلت لوائل شو وضعه هاد؟ وائل قال خلينا نمشي يا رجل. دخلنا دكان المحطة وكان صغير كتير، وبلشنا ندور على شيء ناكله، يعني مثل فوشار بسكويت مشروبات. مسكت قطعة كيك. طلعت على تاريخ الانتهاء، جمدت واستغربت، كانت منتهي من حوالي سنة. رجعتها مكانها. فقلت له خلينا نطلع يعني بمكان تاني. وائل قال شكل المكان ميت. رجعنا السيارة والعامل كان لسه يعني قاهرني. وقلت بيني وبين حالي انه بدي اعمل شيء يخليه يذكرني. اول ما خلصت تعبئة شغلت السيارة وزرقت بوجهه ومشيت، وضليت اضحك. وائل تغير وجهه، مسك تيشيرتي وقال ايش عم تعمل؟ رجع اعطيه مصرياته. فبعدت ايده عني وقلت له مع اول راتب بعطيه. وبينما انا عم بحكي طلعت بالمراية الجانبية، وهون راح كل شيء من راسي. العامل كان لسه واقف، بس رقبته كانت ملتوية بطريقة ما لها علاقة بجسم الإنسان. كان عم بيلف راسه للجهة الثانية بسرعة مرعبة، وبعدين بيرجعه، وبعدين يلف مرة تانية. فبلعت ريقه، وجهي بلش يعرق، ووائل صار يصرخ مجددا وقال لي اتحرك بسرعة. فقلت له شباك اشو فيه؟ قال انت شفت العامل؟ قلت له ايه شفته، اشو فيه؟ قال لا، اللي بالظل. قلت اي ظل؟ قال خلص تحرك. والله حطيت اجري على البنزين ودعست. وبعد ما ابتعدنا بدأت السيارة تتصرف بطريقة غريبة، لمبة الميكانيك تشتغل، لمبة البطارية، وبعدين الحرارة ارتفعت وكل التنبيهات اشتعلت دفعة واحدة. جنبت السيارة ونزلت وكشفت عليها، ما لقيت شيء. رجعت ركبت، ولما شغلتها جزء من اللمبات طفى. فاستغربت، سيارتي قديمة وحالتها مو أفضل شيء يعني، بس هالشيء أول مرة بيصير معي.
ففتح وائل جوجل ماب وقال في استراحة قريبة، قال تبتعد حوالي 8 دقائق. فطلعت بالخريطة وكان مكتوب استراحة سلام. فقلت وأنا عم بحاول خفف جو والله وعليكم السلام. وائل طلع فيني بقرف وقال فكك من المزح. وقبل ما أكمل السيارة رجت رجة قوي، الطارة تقلت بإيدي، وفجأة طفت السيارة بالكامل. قدرت أسيطر عليها وجنب على طرف الطريق. فسكتنا. الظلام حوالينا كان خانق والأشجار على طرف الطريق كانت عم تتحرك مع الهواء، وبدون ما نفتح الشباك سمعنا خطوات ثقيلة على الحصى قريبة جدا من السيارة. أنا للصراحة اتجمدت. وائل فتح الحزام وقال شكلنا رح نمشي. ما رديت، كنت عم بحاول أفهم مين عم يمشي حوالينا وبهذا الوقت وبهذا الظلام. وائل دق على كتفي وقال أشو فيها سيارتك؟ قلت له والله ما بعرف. قال الموقع بيقول الاستراحة بتبتعد عنا 8 دقائق. فقلت له اتصل بأمن الطرق. قال ما في أصلا شبكة كيف بدي أتصل؟ فطلعت بجوالي صفر إشارة. وائل كمان ولا شيء. بس الغريب إنه الخريطة كانت لسه شغالة. قال إذا مشينا منوصل، ما كان عندنا خيار. والله فتحنا هالباب ونزلنا وبلشنا نمشي، والطريق كان مظلم بشكل مرعب، وأي سيارة بتمر جانبنا كان ممكن تصدمنا يعني. فمرت سيارة وما وقفت، وبعدين شاحنة، وبعدين سيارة تانية، ولا حدا وقف. بعد حوالي 5 دقايق بلشت أسمع أصوات، همس وضحك وناس عم تحكي. ما كان في حدا أصلا بس الأصوات كانت واضحة. فالتفت وائل وكان عم يطلع يمين وشمال. قال عم نشوف الظلال. فقلت له شو ظلال؟ ايش عم تحكي انت يا رجل؟ قال في شيء عم يمر بسرعة. قلت له يعني قصدك خيال عم يمرق؟ قال عم بشوفه بس ما اعترفت يعني. فقلت له يمكن عم تتخيل بس بالحقيقة أنا كنت عم كذب عليه، وكنت عم كذب على حالي أكثر لأنه شفته، لأنه من أول الطريق وأنا حاسس إنه في شيء غلط. فقلت له وائل القصة اللي كنت عم تسمعها قبل شوي، الناس اللي بتعيش هالتجارب أشو بتعمل لتنجو؟ فقال إيمانهم بالله بيكون قوي. فقلت له يعني بيصلوا وبيدعوا؟ قال اذكر ربك يا رجل، سواء سمعت شيء أو ما سمعت شيء. فكملنا. البرد صار أقسى والهمسات صارت أقرب، وبعد مسافة شفنا أضواء صفراء بين الضباب. طبعا الخوف كان لابسنا لبس. كان في مكان قدامنا فاقتربنا، فصارت لوحة قديمة ومكتوب عليها فندق سلام. وقتها تذكرت أمي بس ما رجعت. وصلنا للباب فدقيت ودخلنا. وأول ما دخلنا حسيت إنه دخلنا عالم تاني. من برا المكان كان مهجور، ومن جوا كان نظيف ومرتب بشكل مبالغ فيه. فكتب مرتب. فالكتب كانت مرتبة وهدوء غريب، ويعني الوضع ما كان أصلا بتحسوا فيه أمان. الهدوء كان يعني هدوء غريب. وخلف الاستقبال كان في موظف لابس بدلة سوداء وربطة عنق، فابتسم وقال نورتونا بفندق سلام. فقلت له السلام عليكم، طلبنا غرفة لشخصين لحد الصبح. فقال أكيد يا غوالة. وبعد ثواني قال الغرفة 101. سألته وين؟ قال بالدور التاسع. فطلعت لوائل وبعدين طلعت فيه، قلت له الدور التاسع. فابتسم وقال لي المصعد آخر الممر لا تاكل هم. فمشينا دخلنا المصعد، وهون شفت شيء غريب. أرقام الأدوار كانت 3 9 4، بس ما في واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا ستة ولا حتى 8 ولا 9 ولا ما في شيء. فضغط وائل وتحرك المصعد، وصوته كان بيقرص الدان لحد ما فتح وطلعنا. الممر كان طويل ومظلم واللمبات عم ترمش. لقينا الغرفة والله 101 وفتحنا ودخلنا. كان في سريرين وغرفة باردة كتير. رميت حالي على السرير وقلت له أخيرا رح نرتاح. بس وائل ما جلس، ضل يطلع حوالي. قلت له إيش بك أشو في؟ قال بصوت واطي مجد أنت مركز بالمكان اللي نحن فيه؟ فقلت له أشو قصدك؟ قال العامل بالمحطة والموظف تحت والمكان نفسه. وبعدين قال أنت ما شفت الكائن اللي كان واقف جنب العامل؟ قلت له خلص يا وائل لا توسوسني، كنت متوتر أصلا وما كنت
ما كان أصلا ناقصنا. قلت له خلينا ننام وبكرة بنطلع. فتمددت وغمضت عيوني، ما بعرف قديش نمت، بس بنص الليل رن تليفوني بالفندق، رنين حاد وقديم ومزعج. فتحت عيوني ومديت إيدي للسماعة وقلت له ألو. بالبداية الصوت التشويش، وبعدين صوت شخص كان عم يحكي بلغة أوردو، ما فهمت الكلمات بس صوته كأنه مألوف. وبعدين بلش يحكي عربي، قال اتذكر يوم تركتني وما دفعت. تجمدت، حطيت السماعة مكانها والتفت على وائل. السرير كان فاضي. نزلت رجع على الأرض وفتحت باب الغرفة والممر كان مظلم بالكامل. سمعت همسات وبعدين خطوات حافية مرت من جنبي تقريبا، فصرخت مين في؟ ما حدا رد غير صوت المصعد كان عم يفتح ويسكر لحاله. ركضت باتجاهه وبآخر الممر شفت ظل كان بيشبه وائل، فدخلت وراه ومسكر باب المصعد. التفت علي ومسكني بقوة، قال يا حيوان ليش سحبت العامل؟ فقلت له انت ايش عم تحكي؟ قال انت ما شفت اللي كان وراي؟ وقتها سمعت صوت باب الغرفة عم ينفتح. التفت وكان وائل واقف هنيك، بس هالمرة كان وائل الحقيقي، ملابسه ممزقة وإيديه كلها دم وعليه آثار سلاسل حديد. فطلع فيني وقال مجد تكفى، لازم نطلع من هون، ما قدرت أحكي. ومن وراه طلع صوت حك وصوت مخالب عم بتحك بالجدار. فقرب الصوت، فمسكت توبه لوائل وجذبته لعندي، شديته ودخلنا الغرفة واندسينا خلف السرير. وبعدين دخل هداك الشيء، وهون بلشت أسوأ لحظات حياتنا. مسكت توب وائل وجربت انه شده وسحبته لعندي لداخل الغرفة، وانحشرنا واندسينا هالمرة بعمق خلف السرير من الجهة الثانية. وهون دخل هذاك الشيء اللي كان يطالع هذا الصوت الغريب، ويا ليته ما دخل. شفته لأول مرة، كان نحيف وطويل بشكل مو طبيعي، عريض اليدين وأظافره كانت مثل المخالب، طويلة جدا. وهاي اللي كانت تحك بالجدار وتطالع هذا الصوت اللي كنا عم نسمعه. حطينا ايدينا على افواهنا، حاولنا نحبس انفاسنا، بس ما كان في فايدة. هذا الشيء كان يقرب منا اكثر واكثر، وكأنه عارف تماما انه نحن هون. وقف على بعد تقريبا 20 سنتيمتر وصار يلتفت بجنون، ورقبته تتحرك بسرعة هائلة بطريقة ما لها علاقة بحركات الإنسان. وأنا عم بشوفه على هالمسافة قلت بيني وبين حالي خلاص هاي نهايته. بس فجأة صار يركض بجنون وطلع من الغرفة. فأخذنا نفس عميق وصار كل واحد منا يحاول يرجع يتنفس، بس قلوبنا كانت عم تدق بطريقة بتحس معها انه راح تطلع من مكانها. فطلعت انا ووائل ببعض، وصار تفكيرنا كله بشي واحد، كيف بدنا نطلع من هالمكان. بالبداية طلعنا على الشباك، طلعنا انه بنحسن نهرب من هون، بس تذكرنا انه حسب كلام الموظف بالدور التاسع، يعني اذا حاولنا ننزل من هون نهايتنا اكيدة. وائل قال لي تكفى يا مجد، لا تطلع برا ولا نروح باتجاه الكائن. طلعت فيه وقلت له طيب ايش بدك تعمل؟ وانا الخوف عم ياكلني وعبرجف من فوق لتحت. مو انت اللي بدك تطلع من هذا المكان؟ فلازم نلاقي طريق. فقال لي بدك تتصل بالشرطة، اتصل بأي حدا. قلت له يا ابن الحلال، تتوقع انه ما حاولت 6 أو 7 مرات ما في اي شبكة هون. وائل طلع فيني وقال مجد، نحن مسلمين ومنخاف الله، وكل هذا من فعل الجن، اذكر الله معي واقرأ الأذكار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولعلنا نطلع من هون سالمين بإذن الله. فقلت له أنا متوتر، يمكن هذا عقاب، يمكن عقاب لأنه ما دفعت حق الرجال بالمحطة. وائل مسكني من وجهه وقال لا تقول هيك، هذا اختبار وابتلاء وبنطلع منه إن شاء الله مثل ما دخلنا بإذن الله، بس لازم نثق بقلب الله عز وجل ونقرأ أذكارنا وآياته. قلت له بس أنا من زمان ما قرأت قرآن وما بحفظ غير أول 3 سور تقريبا. قال لي عادي اقرأ اللي بتحفظه، كافي ووافي بإذن الله.
فرفعت راسي لوائل، وكانت عيونه عم تتلاطم من الخوف والقلق هسه أكثر مني. بلشنا نقرأ مع بعض، قرأنا المعوذات وآية الكرسي وسورة الفاتحة، وكنا نعيدهم مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وكل ما نعيدهم كانت ترجع لنا شوي من القوة. فما بعرف قديش ضلينا بهالحالة، بس بالنهاية قدرنا نوقف على أجرينا. طلعنا على بعضنا وقلنا خلينا نطلع من الغرفة، وبالفعل وكان نفس الممر المظلم قدامنا، وكنا لسه عم نسمع أصوات هداك الشي عم يتحرك، وما كنا بنعرف إذا كان عم يقرب منا أو عم يبعد، بس كنا متأكدين تماما إنه موجود. فمشينا 3 أو 4 خطوات، وفجأة سمعنا صرخة حادة جدا من ورانا، وكانت قريبة لدرجة إنه الصوت كأنه طلع من ورا راسي مباشرة. فوقفت عن القراءة ولساني انقطع، والتوت رجلي ووقعت على ركبه، ووائل صار يحاول يقومني وهو عم بيقول مجد قوم، اذكر الله قوم. بس أنا لأول مرة بحياتي عرفت أشو يعني انهيار حقيقي. انهرت بالكامل وما عاد عندي قدرة أتحرك، وبنفس اللحظة رجعنا نسمع نفس الصوت، النفس الغليظ اللي سمعناه قبل. نفس هذا النفس اللي كان يطلع من هداك الظل. وهون عرفت إنه الموت صار قريب، وإنه بقائنا بمكاننا راح يكون أسوأ قرار ممكن. فمسكت إيد وائل وبسرعة وقلت له ركض ركض ولا توقف. قربنا نحن الاثنين على بعضنا وبلشنا نركض وكأنيتنا مجانين، ونحن أصلا ما كنا شايفين قدامنا من شدة الظلام. ركضنا وركضنا لحد ما عاد فينا طاقة. والغريب إنه الممر اللي دخلناه أول مرة كان طويل تقريبا 20 أو 25 متر كحد أقصى، بس بهديك اللحظة ركضنا يمكن أكثر من 70-80 متر على الأقل. والممر كان يعني مو راضي يخلص، كأنه ما له نهاية. والشيء اللي ما قدرت أتخطاه لليوم إنه يوم التفت لورا، يا ليتني ما التفت، لأنه شفت هذاك الشيء كان عم يتحرك بطريقة ما بيصدقها العقل. صدقوني كان ينط على الأرض ويسحب حاله، وبعدين فجأة ينتقل للسقف بجزء من الثاني، وبعدها يمشي على الجدار، وكأنه ما في عنده أي قانون من قوانين الحركة اللي بنعرفها، ولا قانون الجاذبية. كان شيء غريب بشكل مرعب، وما قدرت استوعب اللي عم شوفه. فلفيت وجهي لقدام وكملت ركض. وبينما نحن عم نركض بهالممر المظلم صرنا نمر على غرف، وكل غرفة كانت تفتح لنا جزء من الشيء اللي شفناه قبل. فمرقنا على غرفة شبيهة بالغرفة اللي كنا فيها، وبعدين غرفة تانية، وفجأة شفت المحطة. بعدها مرقنا من مكان بيشبه صالة الاستقبال اللي دخلناها. أول ما وصلنا للفندق، أول ما شفناها وقتها توقفنا، وبدون أي تردد غيرنا اتجاهنا ودخلنا، لأنه الموضوع ما عاد مجرد خوف ورهبة. نحن كنا منهكين جسديا ونفسيا، وأنفاسنا كانت شبه مقطوعة، وقلوبنا كانت على وشك توقف من شدة التعب والرعب. فأول ما دخلنا صالة الاستقبال ما كان في الموظف، الباب الخارجي كان مفتوح وما فكرنا لحظة، فركضنا عليه وفتحناه وطلعنا من هذاك المكان. وأول ما طلعنا أجسادنا وقعت على التراب، ورمينا حالنا بالأرض، وصار كل واحد فينا يحاول ياخد نفس. فكنت أسمع صوت صغير طالع من صدري من شدة التعب، ووائل كان جنبي عم يشهق هو كمان بشكل غريب. بس بعد ما استعدنا شوي من أنفاسنا التفت لورا اتجاه المكان اللي طلعنا منه وائل، وهون توقف كل شي بداخله وداخله. المكان اللي كنا داخله قبل شوي واللي كنا مفكرين فندق من 9 طوابق أو 10 كان مجرد استراحة صغيرة جدا، دور واحد فقط، ومساحته تقريبا لا تتجاوز ال10 أمتار، وعرض 5 أمتار طول، وواقفة ومهترئة وما فيها أي نور ولا يطلع منها أي صوت. ما كان في أي شيء بيدل إنه جواتها كان في 9 طوابق، ولا ممرات طويلة ولا مصعد ولا عشرات الغرف.
المكان كان صغير يا جماعة وبسيط بشكل بيخليك تسأل نفسك نحن وين كنا وأشو دخلنا أصلا. فابتعدنا عن المكان بسرعة ومسكنا طرف الخيط السريع على رجلينا ووقفنا ننتظر أي سيارة تمر وتساعدنا. وما مر يمكن 7 أو 8 دقايق إلا وربنا سبحانه وتعالى استجاب لنا على من دعواتنا، ومرت دورية أمن طرق. العسكري أول ما شافنا بهالشكل ملابسنا مقطعة ووائل كله دم وقف ونزل من الدوري، وكان بالبداية متردد وخايف، وأنا ما بلومه أبدا لأنه منظرنا كان فعلا مرعب كأننا من العالم السفلى. بس لما صرنا نستنجد فيه ونشرح له إنه ضايعين وإنه محتاجين مساعدة، فقالنا تعالوا واركبوا واذكروا الله طول الطريق وهو عم يستعيذ من الشيطان الرجيم. ركبنا بالدوري اللي هي سيارة الدوري معروفة. طلعت من قزاز السيارة على الشارع والظلام اللي حوالينا ورأسي مليان أسئلة. وأكبر سؤال كان ليش وائل شاف أبوي المتوفي أصلا بالطريق، لأنه ما ذكرت لكم إنه قال لي أنا شفته موجود بالريسبشن أول ما فتنا. التفت على وائل وكان واضح من نظراته إنه هو كمان عم بيفكر بنفس الشيء. نحن الاثنين كنا بدنا نفهم شو صار من أول العامل بالمحطة للمحطة نفسها للفندق للاستراحة أو المكان اللي ما عاد نعرف إيش كان بالضبط، وصولا لهداك الشيء اللي طاردنا الشيء الغريب. وبعد ما الله كتب لنا عمر جديد ونجانا من هداك الكابوس المرعب، وأنا بوسط السيارة فجأة بلش أضحك بصوت عالي جدا وبشكل هستيري. صرت أضرب راسي بالمقعد وصفق وأعمل حركات ما كانت بإرادتي ولا كنت قادر سيطر عليها. فوائل والعسكري تجمدوا بمكانهم، ووائل صار يحاول يهديني ويقول يا ولد احمد ايش بك اركض، اشو اللي جاك يعني شباك اشو فيه. بس عقلي كان مقفل بالكامل. والعسكري كان عم يسألنا طيب سيارتكم وينها وين وقفتوها. وائل كان يرد عليه انه هو عارف اشو عم بيصير اصلا ما هو عرفان وين هو ولا السيارة. مرت الايام ببطء وكآبة، وأمي كانت تقعد جنبي على السرير وتبكي بحرقة وتعتصر من الألم وهي تقول ولدي مجد راحت عافيته وصحته، وأنا اليوم الحمد لله بكلمكم وأنا بصحة وعافية. لكن تلومت الشهور من مستشفى لمستشفى ومن مصحة لمصحة، فلتعت لحد ما الحمد لله قدرت أتعافى بنسبة تقريبا 60 أو 70%. وبعد 6 شهور من أحداث القصة قررت أوقف على رجولي مرة تانية بحياتي وأرجع لنفس المكان اللي بلشت منه وبلش منه كل شيء. ما حبيت أدخل وائل بالموضوع لأنه بكفيل اللي عاشوا معي وبسببه، رغم أني ما كنت بعرف وقتها أشو اللي راح يصير وأشو كانت النهاية. كان مكتوب ومقدر هيك قلت وكله من الله سبحانه وتعالى. فدقيت سلف ومسكت خط والقصيم مرة تانية وتوجهت لنفس المحطة وعلى الأقل للمكان اللي كنت معتقد إنه هو نفس المكان المحطة اللي عبينا منها البنزين. بس الصدمة كانت إنه المحطة ما كانت موجودة ولا حتى الفندق ولا الاستراحة اللي صارت فيها القصة. ووقتها وقفت وأنا عم بحاول استوعب إذا المحطة مو موجودة وإذا الفندق مو موجود وإذا كل المكان اختفى، طيب أشو اللي كنت أنا عم بشوفه وأشو اللي داني كانت عم تسمعه وعيوني اللي شافته وقلبي اللي راح يطلع من مكانه من شدة الخوف. هاي الحالة اللي عشتها وكل هالمشاعر كانت حقيقية بالنسبة إلي أكيد ما هي أوهام. بس الصدمة الأكبر كانت لما عرفت سبب توقف سيارتي. ما كان عطل ميكانيكي ولا كان خراب بالمحرك ولا كانت مشكلة بالبطارية. السيارة وقفت بسبب شيء واحد فقط، البنزين خلص. وهون بلش السؤال اللي لليوم ما عم لاقي له جواب. إذا البنزين خلص وهاي معاناتي، أنا من الأساس ما عبيت بنزين ولا عبيت؟ وإذا أنا ما عبيت بنزين فأنا من الأساس ما دخلت محطة، وإذا ما دخلت محطة
فمين كان هداك العامل اللي وقف قدامه؟ بلشت الأفكار تفوت في راسي، ومين كان الشخص اللي حكى معي على التليفون، وشو كان المكان اللي دخلناه، وكيف قدرنا نشوف كل هالأشياء ونعيشها وكأنها حقيقية. ولحظة، إذا كل هالشي كان مجرد أوهام، كيف وائل شاف أبوي المتوفى؟ وهل فعلا ممكن للجن إنهم يخلقوا أو يتحولوا بإنسان يتشكلوا فيه؟ والتجربة كانت غريبة، وبشوف أماكن وأشخاص وبسمع أصوات وبحس بكل شيء وكأنه حقيقي. هل هذا معقول؟ لحد هاللحظة ما عندي جواب، بس الشيء الوحيد اللي بعرفه إنه اللي صار معي بهديك الليلة غيرني للأبد. وصرت كل ما مر بطريق طويل ومقطوع وشوف محطة قديمة أو مهجورة على طرف طريق، بتذكر كلام أمي قبل ما أطلع من البيت: إذا شفتوها لا تعدوها. كانت محطة السلام. يمكن وقتها كنت عبضحك على كلامها، بس بعد اللي صار ما عاد بضحك، لأنه بعض الأماكن مهما حاولت تقنع حالك إنه مجرد خرافي، بتضل الأسئلة اللي وراها أقوى من أي تفسير. ويمكن السؤال الحقيقي هو مو إذا كانت محطة سلام موجودة أو لا، السؤال هو إذا كانت المحطة ما كانت موجودة أصلا، فوين كنا كل هالأوقات؟ وهون انتهت القصة. كان معكم أخوكم أحمد، ولا تنسوني من الدعم بلايك واشتراك، واكتبوا لي بالتعاليق ايش رأيكم بهيك قصص. السلام عليكم ورحمة الله. بأمان الله. خاف عليكم، استعيذوا بالله واذكروا الله.